السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. أنا عبير لو أول مرة تشوفوني. بما إن دخلنا في الأجواء الشتوية جايبالكم النهاردة وصفة القرص المبسوسة بخبرة سنين وتجارب كتير لحد ما وصلت للطعم المثالي. هنقول كل التفاصيل اللي تخليها تطلع معاكي هشة ولونها ذهبي ومقرمشة من بره وطرية من جوه وبتدوب وريحتها تملى البيت دفى وطعم أصيل يرجعنا لزمان. يلا نسمي الله ونبدأ، بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة علشان دعمكم بيفرق وبيشجعنا استمر. بسم الله. في البداية هنحضر خليط الخميرة. هضيف 6 معالق كبيرة من السكر الأبيض الحبيبات، والسكر حسب الرغبة ممكن يزيد أو يقل، ومعلقة كبيرة مليانة هرمية من الخميرة الفورية، وكوباية من الحليب الدافي. ممكن تستبدلوها بمية، وممكن تعملوا خليط بين الحليب والمية. هخلطهم مع بعض كويس جدا لغاية ما الخميرة والسكر يدوبوا، واغطيها واسيبها في مكان دافي علشان الخميرة تنشط وتتفاعل واتأكد انها شغالة. ودلوقتي في بولة او في العجان هنخل كيلو من الدقيق جميع الاستخدامات. انا بحب دايما انخل الدقيق علشان بيدي هشاشة للمعجنات بتاعتي، وعلشان لو في اي شوائب اشيلها من البداية. هضيف عليه ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، و3 معالق كبار نشا. ايوه نشا، ما تستغربوش، بيخليها تحفة وبتدوب دوبان. وهضيف 3 معالق كبار من السمسم. انا بجيبه ابيض مش متحمص وبحمصه في البيت بالشكل ده وقت الاستخدام، واضيفه على الدقيق وهو سخن علشان ريحته الجميلة تطلع مع الدقيق. واخلط كل الكلام ده مع بعض، وبعدين اضيف معلقة كبيرة من القشطة من وش الحليب، واضيف كوبايتين من السمنة البلدي. السمنة دافية مش سخنة، يدوب دوبتها مكان تحميص السمسم. هبتدي ابس الدقيق بالسمنة حوالي 5 دقايق لغاية ما اتأكد ان كل الدقيق اتغلف في السمنة كويس جدا. انا هعجنها بايدي مش في العجان علشان اي حد يقدر يعملها بكل سهولة وبساطة. وبعد ما الدقيق اتغلف بالسمنة واتبس كويس جدا همسك الدقيق واضغط عليه، هيبقى كتلة واحدة زي ما حضراتكم شايفين. ودلوقتي هضيف خليط الخميرة بعد ما تفاعل واتأكدت ان الخميرة بتاعتي نشطة زي ما حضراتكم شايفين. وهعجن بنفس الطريقة، واضيف الحليب او المية الدافية بالتدريج علشان مش كل انواع الدقيق زي بعض، كل نوع دقيق وعلى حسب امتصاصه للسوائل. وحابة اقول لكم على كام حاجة وانا بعجن. لو هتستخدمي سمنة بلدي بلاش تضيفي فانيليا او اي روايح علشان ما تغطيش على طعم السمنة البلدي، لكن لو هتستخدمي سمنة نباتي ممكن تضيفي فانيليا علشان تغطي على ريحة السمنة النباتي. والافضل طبعا سمنة بلدي لو متوفر. لو عايزة القرص بتاعتك ناشفة شوية هتستبدلي ربع كوباية من السمنة بربع كوباية من الزيت النباتي، يكون نوع حلو ملوش طعم ولا ريحة. وهتطولي مدة تسويتها في الفرن، مش هتسويها على درجة حرارة عالية، هتسويها على درجة حرارة متوسطة. ولو عايزين تقللوا كمية المادة الدهنية لكوباية ونص هتعوضوا مكانها بالسوائل زي الحليب أو المية. بعجن العجينة بقوام متوسط، مش عجينة يابسة ولا عجينة طرية زيادة عن اللزوم علشان تتشكل معايا بكل سهولة. وبعد ما عجنت العجينة كمية الحليب اللي استخدمتها كوبايتين الا ربع، والعجينة اتلمت معايا والبولة بقت نضيفة زي ما حضراتكم شايفين. هاخد قطعة من العجينة واختبرها، قوامها طرية وناعمة ومش بتلزق في الايد. هغطيها بالبلاستيك راب واسيبها ترتاح من 10 ل15 دقيقة مش اكتر من كده. هعمل جزء من العجينة بالعجوة والجزء التاني هعمله سادة. هنزل ب250 جرام من العجوة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، العجوة طرية من قبل ما اضيف عليها اي حاجة. هضيف عليها معلقة صغيرة من السمنة البلدي مش اكتر من كده. لو حابين تضيفوا عليها اي منكهات زي القرفة او السمسم على حسب رغبتكم، بس انا بصراحة مش بحب اضيف عليها اكتر من السمنة البلدي. ولو العجوة بتاعتكم ناشفة معاكم هتضيفوا عليها حوالي معلقة كبيرة من المية ومعلقة صغيرة من السمنة البلدي وتعجنوها، هتبقى طرية معاكم بإذن الله. العجوة بقت جاهزة معايا، هبتدي اكورها وهعمل كل كرة وزنها 10 جرام، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كمية العجوة اللي معايا. وبعد ما العجينة ارتاحت ربع ساعة هبتدي اشكلها. هاخد قطعة من العجينة واوزنها. هعمل وزن كل قطعة 40 جرام علشان انا بصراحة بحب كل القرص تبقى قد بعض، لكن لو مش حابة توزنيها اعمليها بالحجم اللي انت عايزاه على حسب رغبتك. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اشكل على قد عدد كرات العجوة اللي معايا. بعد ما كورت قطع العجين هغطيهم بكيس بلاستيك، واخد قطعة من العجوة واول قطعة كورتها من العجينة وابتدي اشكلها. هفرد قطعة العجينة واحط فيها العجوة واقفل عليها العجينة،
وأقفل من تحت كويس زي ما حضراتكم شايفين، وارصها في صاج ألومنيوم مش مدهون أي مادة دهنية. القرص فيها مادة دهنية كفاية، ما تقلقوش مش هتلزق في الصاج. هرصهم بعيد عن بعض لغاية ما أكمل باقي الكمية اللي معايا. وبعد ما شكلتهم هفردها بسمك متوسط، مش رفيع جدا ولا سميك. بعد ما فردتهم هعمل فتحتين بالسكينة زي ما انتوا شايفين، واغطيها واسيبها تخمر لغاية ما اشكل باقي الكمية اللي معايا. ودلوقتي هبتدي اشكل القرص السادة. هاخد قطعة من العجينة واوزنها، واعمل كل كرة وزنها 50 جرام. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوزن باقي كمية العجينة اللي معايا. بعد ما كورتهم هاخد اول قطعة كورتها من العجينة وافردها على ايدي زي ما انتوا شايفين، وبعدين المها واكورها واقفلها من تحت كويس. طب ليه بفردها واكورها تاني؟ الحركة دي بتخلي وش القرصة ناعم ومتساوي معاكي. هرصهم في صاج مش مدهون اي مادة دهنية، هرصهم بعيد عن بعض، وابتدي افردها بالشكل ده بسمك متوسط. بعد ما فردتها هغطيها واسيبها تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما القرص خمرت واتضاعف حجمها انا مش هدهن وشها اي حاجة. هدخلها فرن سخن مسبقا على اعلى درجة حرارة، منزلة الرف على اول واحد من تحت، ولو فرنك حامي هتخلي الرف في الوسط. بسويها على درجة حرارة عالية علشان انا بحب القرص بتاعتي طرية من جوه ومقرمشة من بره. لكن لو عايزة القرص بتاعتك ناشفة هتسيبيها على درجة حرارة متوسطة وتسيبيها وقت اطول في الفرن. بلف الصاج كل 5 دقايق لغاية ما تاخد لون ذهبي من تحت ومن فوق، ولو لسه ما اخدتش لون ذهبي من فوق بطفي الفرن من تحت واشغل الشواية تاخد لون من فوق. وده شكل القرص بعد ما استوت، ما شاء الله اللهم بارك، واخده لون ذهبي من تحت ومن فوق. وده شكل القرص السادة بعد ما خرجت من الفرن. نقلتها في صواني التقديم زي ما حضراتكم شايفين. شكلها تحفة والطعم وهمي حرفيا، هتدمنوها، وطرية من جوه ومقرمشة من بره. هوريكم شكل القرص من جوه وشوفوا قد ايه هي هشة ومورقة. ومن كيلو دقيق عملنا كل الكمية دي من القرص السادة وبالعجوة، ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى تجربوها وتمشوا على نفس الخطوات والمقادير، ولو حابة تجربي في كمية صغيرة هتعملي نص المقدار اللي عملناه. وممكن تضاعفي المقادير وتحفظيها في الديب فريزر وتطلعيها تسخنيها في الميكرويف، او تسيبيها لما تفك وتبقى بدرجة حرارة المطبخ، وتاكليها مع كوباية الشاي بالحليب. وصحتين وعافية على قلبكم يا رب مقدما. وهسيب لكم المقادير بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم، وياريت تمشوا على نفس الخطوات والمقادير وهتطلع معاكم احلى بإذن الله. اتمنى اكون افدتك النهاردة ولو بمعلومة صغيرة، وهستنى ان شاء الله كومنتاتكم اللي بتسعدني. وفضلا وليس امرا، لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل وصفاتنا الجاية بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.